كارثة في معدية بورسعيد، شاحنة دهست صاحبها وغرقت ابنه والتباع والسواق التاني. في مشهد مأساوي هز بورسعيد النهاردة، وقعت كارثة على متن معدية كانت بتنقل شاحنتين نقل تقيل محملين ب120 طن اسمنت. المأساة بدأت لما فرامل واحدة من الشاحنات اتعطلت فجأة بعد ما طلعت على سطح المعدية، ولسه المعدية ما كملتش 20 متر جوه المية إلا وإن السواق نزل حاول يشوف إيه العطل اللي حصل فجأة تحت العربية، لكن اللي حصل ما كانش يخطر على بال حد. الشاحنة فجأة رجعت لورا ودهسته تحتها وتسببت ليه في بتر في الساقين. المشهد المروع موقفش لحد هنا، ابنه اللي كان قاعد جنبه في الكابينة وقع هو كمان في المية، وبعدها الشاحنة جرت معاها الشاحنة التانية وراها اللي كان فيها السواق والتباع، والنتيجة كانت وفاة 3 أشخاص من بينهم الطفل الصغير، وتم نقل الأب المصاب في حالة حرجة بعد فقدان رجليه. الناس في حالة ذهول، والإنقاذ النهري شغال دلوقتي في انتشال الجثث ورفع العربيات الغارقة. النيابة فتحت تحقيق في الحادث اللي قلب بورسعيد كلها حزن، يا ريت كلنا ندعي لهم بالرحمة والمغفرة.